اوباما عامل مواعيد مع كل رؤساء الدول ما عدا ابو مازن. ابو مازن اصلا ما طلب منه موعد، رجع شافه لما ابو مازن ما طلبهن اللي طلبوه. فاعتقد ان يعني الشرير في هذه الحفله لا اقول رئيس اوباما. رئيس اوباما عنده نوايا حسنه كثيره، لكن التنفيذ صفر، زيرو. لا تصدق بحياتك هذا الرئيس مع هذا الكونغرس. باراك اوباما كل يوم بيقول انه حلفنا مع اسرائيل دائم. انا يعني هي بدات بالقاهره. اذا بتذكري لما باراك اوباما حكى في جامعه القاهره والشباب مبسوطين فيه، فتح مد يده للعرب والمسلمين ويقولوا نحن نحب اوباما. السنه الماضيه انا سمعته هنا وزقفت له، صفقت له اوباما، قال انه بتامل السنه اللي جاي يكون في عندنا دوله فلسطينيه. صحيح هذا حصل. هو قال اليوم هو عامل الحمله، قائد الحمله حتى ما يكون في دوله فلسطينيه، ما يكون في اعتراف بدوله فلسطينيه. هو يعني نص دوله اصلا ما بترجع فلسطين للاعتراف. الدول الثلاثه التي اعلنت انها ضد الدوله الفلسطينيه المانيا وامريكا وكولومبيا. المانيا اللي قتلت اليهود وبلتنا بالمشكله تبعتهم، امريكا اللي بتخلي استمرار الاحتلال موجود وهم مفلسين والاسرائيليين عم بيسرقوهم، وكولومبيا اللي بتبيع الامريكان مخدرات حتى يضلوا مسلطين ومش عارفين وين ربنا حاططهم.